بعد 3 فترات اعداد، بعد ماتشات وديه، بعد كاس عالم انديه، لسه الاهلي برضه بيلعب النهارده قدام بيراميدز بشكل باهت، مفيش اداء، مفيش تكتيك، مفيش خطه. لسه ريبيرو بيتعرف على الفرقه، لسه ريبيرو مش عارف يوظف لعيبته، لسه مش عارف يقيم اللعيبه. قلنا يا جماعه مدرب فاشل، قلنا يا جماعه ان ريبيرو مدرب على قده، قلنا ده وفي عز ما الاهلي كان كسبان فاركو، قلنا ان الاهلي كسب باداء فردي، اداء من بعض اللعيبه اللي كانت في مستواها يوم الماتش قدمت اداء محترم، قدرت ان انت تكسب. لكن في ماتش موديل نفس الاخطاء، في ماتش فاركو نفس الاخطاء، في ماتش المحله نفس الاخطاء، والنهارده بتتكرر قدام فريق تقيل قدر ان هو يغلبك. لولا ان المحله ما كانش عنده اللي يخلص كان غلبك زي ما بيراميدز غلبك النهارده. ده مدرب الاهلي كبير عليه، وقلنا ده دايما اداره الاهلي تحب ان هي تبوظ الطبخه على شويه ملح. انا محتاج افهم، احنا كلنا كاهلاويه النهارده محتاجين نفهم ليه الاهلي بيظهر قدام بيراميدز 90 دقيقه كاملين عاجز عن ايجاد حلول. مفيش حلول فرديه، مفيش حلول جماعيه، مفيش جمله تكتيكيه واحده بتتعمل. بيراميدز اللي عمل عليك ماتش تكتيكي على اعلى مستوى، والمناسبه يوريشيتش اللي ادى ريبيرو علقه مع اورلاندو بايرتس بيدي ريبيرو علقه تاني النهارده، لكن مع الاهلي قدر ان هو يفصل خط الهجوم عن خط النص. ما قدرش ان انت تعمل اي هجمات، ما قدرش ان انت تتدرج بالكره بالشكل السليم، وبرضه مصمم ان انت تتدرج بالكره بالشكل السليم. قال لك من تلت ملعب وبيقدر ان هو يعمل عليك الضغط العالي، يقدر ان هو ياخد السكند بول او الكره الثانيه بكل سهوله، مستباح، وكل الطرق بتؤدي الى الشناوي. النهارده ريبيرو بنتفرج على الماتش فقير، مفيش حلول، مفيش تكتيك، مفيش خطه. اول ما اتزنقنا خلاص احنا نجيب بن شرقي من الشمال لليمين ونجيب تريزيجيه من اليمين للشمال، كده المشكله هتتحل. اول ما تشوف مدرب بيعمل الحركه دي اعرف ان هو مدرب فقير تكتيكيا وفنان، وده اللي ريبيرو عمله النهارده، وده اللي شفناه النهارده. مدرب فاشل اتوفر له كل الصفقات الممكنه، مدرب عمل فتره اعداد طويله جدا، مدرب جاله صفقات مدربين قدوا 10 مرات كانوا بيطلبوهم ما جاتلوش. الاهلي وبسكواد اقل من ده بكتير جدا، سواء مع فايلر، سواء مع موسيماني، سواء مع كولر، قدر ان هو يكسب كل البطولات الممكنه ويخلص على الاخضر واليابس في افريقيا وفي الدوري. لكن شفنا النهارده يا جماعه فرق بين مدرب زي يوريشيتش عنده فكر وعنده تكتيك نزل يلعب بيه ولعب زي ما الفرق كلها لعبت قدام الاهلي في الدوري لحد دلوقتي بتكتل دفاعي، وقفل على كل مفاتيح اللعب، وهو عشان عارف ان اول ما يقفل على مفاتيح لعب الاهلي هيبقى فقير ومعلوش اي خطه بديله او اي تكتيك يقدر يعمله، فالبدايه على مفاتيح اللعب بتاعه الاهلي، وقف كل مفاتيح اللعب بتاعه الاهلي ولعب على المرتدات والتحولات. ولكن الفرق بين بيراميدز واي فرقه الاهلي لعبها خلال ماتشات الدوري اللي فاتت، وهي ان بيراميدز عنده اسلحه تقيله سواء في نص الملعب، سواء في الدفاع، سواء في الهجوم. هو عنده فرقه قويه، لعيبه بتعرف تخلص، وده اللي شفناه. اللي مكسب بيراميدز النهارده لعيب نص ملعب ووليد الكارتلوز، طلع ب3 هجمات بالعدد او 4 هجمات بالعدد، قدر ان هو يجيب منهم جونين وسايب لك الكوره، وطول الماتش انت ماسك الكوره رايح جاي بالعرض، لعب سلبي، تحركات باينه جدا، مفيش حد واقف على رجله، مفيش لعيب واثق من نفسه. جمهور الاهلي صوته كان بيرج المدرجات وبيرج الملعب، وتحس ان جمهور الاهلي بيشجع لعيبه بيراميدز. لعيبه بيراميدز اللي كانت واقفه على رجليها اكتر، لعيبه بيراميدز اللي كانت مركزه اكتر، لعيبه بيراميدز هي اللي كان عندها الحماس اكتر، ولعيبه الاهلي في رجليها اكياس رمل مش قادره تمشي. مدرب فاشل، مدرب مهزوز، خلى اللعيبه نفسها ثقتها تتهز في نفسها، مفيش لعيب عنده قرار واضح، مفيش لعيب عارف يفكر في الملعب. كل لعيب بيستلم الكرة بيقف شويه عقبال ما يقرر هيلعب ازاي وهيطلع الكرة من رجله فين. بشوف ان الاداره بتاعت الاهلي لازم تتحرك في اسرع وقت، والايجابي في الهزيمه بتاعت النهارده ان انت بتخسر بالاداء ده قبل التوقف الدولي، فده يساعدك، بيديك فرصه، بيديك مساحه ان انت تصلح الخطا اللي حصل وتنقذ ما يمكن انقاذه من الموسم. لكن لو انت رجعت بعد التوقف الدولي كملت بنفس الطريقه دي، يبقى سلام عليكم افريقيا، سلام عليكم دوري، وانسى بقى الموسم دوت. وزي ما عملنا قبل كده وقبل ما نجيب كولر ورحنا لسوارش مدرب المشروع، هيبقى انت برضو بتتحط مع ريبيرو انه مدرب المشروع. ان بعد كم السلبيات اللي اتكلمنا عنها دي كلها عن ريبيرو، هل اداره الاهلي هتجدد الثقه في ريبيرو وتسيبه يكمل وياخد فرصته، ولا هتتفق مع الجمهور وتنقذ ما يمكن انقاذه من الموسم؟ لو عجبك الفيديو اعمل فولو الملعب ويجا وقول لي رايك في الكومنتات.